عمرك لاحظت حد بيختفي لما كل حاجة تبقى ماشية كويس وفجأة يرجع أول ما حياته تتلخبط؟ ما بيسألش عليك لأسابيع ولا حتى بيطمن عليك، لكن أول ما يحس إنه تايه أو موجوع أو مضغوط تبقى أنت أول واحد يكلمك، ولأنك بتكون مهتم بتسمع له. لكن أول ما مشكلته تتحل يبدأ يختفي تاني واحدة واحدة. علم النفس بيقول إن التصرف ده مش دايما معناه إنه بيكرهك أو مش فارق معاه، أوقات بيكشف عن حاجة أعمق، عن الراحة النفسية والعادات والطريقة اللي بعض الناس بيقدروا بيها اللي حواليهم. تعالوا نفهم مع بعض علم نفس الناس اللي ما بيرجعوش لك إلا وقت ما يحتاجوك. أولاً، أنت بالنسبة لهم المكان الآمن. في ناس بترجع دايماً للشخص اللي بيخليهم يحسوا إنهم مفهومين، الشخص اللي بيسمع، الشخص اللي بيدعم، الشخص اللي بيهون عليهم أصعب لحظاتهم. ومع الوقت عقلهم بيربط وجودك بالراحة، لكن ساعات بينسوا حاجة مهمة، إن الشخص اللي بيدي دعم هو كمان محتاج حد يدعمه. ثانياً، اتعودوا إنك دايماً موجود. لما حد يبقى عارف إنك هتكون موجود في أي وقت، ممكن مع الوقت يبطل يلاحظ قد إيه أنت بتبذل مجهود، مش لأنه بالضرورة عايز يجرحك، لكن لأن الحاجة اللي متاحة طول الوقت ممكن تبان عادية. الطيبة حاجة جميلة، لكن حتى الطيبة لازم يبقى ليها حدود. ثالثاً، العلاقة الحقيقية بتبان كمان في الأوقات الحلوة. أي حد ممكن يفتكرك لما يحتاج مساعدة، لكن الناس اللي فعلا بتقدرك بتفتكرك وهي مبسوطة كمان، بتطمن عليك وبتشاركك فرحتها، وما بترجعلكش بس عشان تهرب من مشاكلها. لأنك مش مجرد مكان الناس بترمي فيه همومها، أنت إنسان تستحق نفس الاهتمام ونفس الرعاية اللي بتديها لغيرك.